اللي في الصورة ده حليم النويرسي، اللي بعد ما افتكر ان طاقة القدر اتفتحت له، حياته وحياة بنته اتدمروا، واتنشرت قصته في مجلة مصرية سنة 1940. بتبدأ القصة في منطقة سونورس التابعة لمحافظة الفيوم، مع حليم النويرسي اللي كان شاب صغير في السن ومن أصل نوبي، لكنه سافر على الفيوم لأنه كان بيشتغل فلاح في أراضي النوبة. لكن في الوقت ده اتبنى خزان قلل منسوب المية، وخلاه يضطر يسافر لبلد تانية تكون زراعية عشان يقدر يشتغل في مهنته الأساسية. واختار وقتها حليم إنه يسافر للفيوم مع صاحبه خالد، واللي كان مطمنه إن عيلة أمه كلها عايشة هناك، وهيقدروا يرعوهم لحد ما يجمعوا قرشين حلوين وياخدوا شقة يقعدوا فيها سوا. ووافق وقتها حليم، وأول ما وصل لمنطقة سنورس كان خايف جدا من التغيير اللي حصل في حياته فجأة، لكنه كان مطمن لكلام خالد عشرة عمره. وهناك خدوا خالد لبيت عيلة أمه، وعرفوا وقتها على خاله رمزي باشا، واللي كان كبير العيلة واللي رحب بيهم جدا. لكنه فضل يبص لهم بنظرات غريبة، وخد حليم باله لكنه ما اهتمش بالموضوع. وعرفوا بعدها خالد على صبري ابن خاله، واللي كان شاب لطيف وكان بيعملهم كأنهم اخواته. ولاحظ وقتها حليم انهم بينادوا على خالد بأسامي غريبة زي العبد والفحمة، واتضايق حليم جدا. لكن عرفوا خالد انه متعود منهم على كده، وحكى له وقتها ان خاله ما كانش موافق على جوازة ابوه وامه لانه كان شايف ان ابوه اقل منهم، على الرغم من ان عيلة ابوه في الوقت ده كانت اغنى من عيلة امه. لكن وقتها جده كان موافق على الجوازة، وما كانش حد يقدر يكسر له كلمة. فاضطر وقتها رمز انه يوافق عشان ما يبانش ان كلمته اتكسرت قدام الناس. وبعد الجواز سافرت امه مع ابوه للنوبة، وبعدها بفترة حصل مشكلة لعيلة ابوه في شغلهم خلتهم يعلنوا افلاسهم. ووقتها كانت امه لسه مخلفاه، وطلب رمز من اخته انها تسافر معاه هي وابنها للفيوم، لكنها رفضت وفضلت واقفة جنب جوزها. ومن ساعتها ورمزي واخد موقف منهم وبيكره ابوه. واتضايق حليم عشان خالد، لكنه كان مضطر انه يفضل قاعد عندهم لحد ما يجمع تمن الشقة الجديدة. وبعد مدة كان بدأ حليم يتعود عليهم، وخصوصا صبري واللي كان مبسوط بيهم لانه ما عندوش اخوات. وطلبوا منه وقتها يدور لهم على ارض تكون محتاجة فلاحين، لان هي دي الحاجة الوحيدة اللي هيعرفوا يشتغلوا فيها. ووافق صبري وجاب لهم شغل في ارض المعلم خليفة، لكنه كان محتاج فلاح واحد بس. فاضطر وقتها خالد يسيب الشغل لحليم، لانه كان مكسوف يفضل قاعد في بيت اهل خالد وخالد هو اللي بيشتغل. لكن طمنهم صبري ان كلها يومين ويلاقي ارض تانية لخالد. وفعلا لقى ارض عيلة الدهشوري، وبدأوا الاتنين يشتغلوا ويحوشوا سوا حق الشقة. لكن في يوم وحليم بيشتغل في الارض، لقى ان في ناس من اللي بيشتغلوا معاه اتلموا حواليه وابتدوا يتريقوا على لون بشرته. لكن حليم ما اهتمش وفضل مكمل في شغله لحد ما لقى ان واحد منهم بيزقه برجله، ووقع بعدها حليم وسط الطين. وفضل كل اللي حواليهم يضحكوا على شكل حليم، فما قدرش حليم وقتها انه يتمالك اعصابه اكتر من كده، ومسك الراجل اللي وقعه في الطين من رجله وفضل يزقه لحد ما وقعه. ومسكه وحط وشه في الطين، وحاول الفلاحين يلحقوه من ايده لكنهم ما قدروش، لحد ما اتلموا عليهم الخفر وبعدهم عن بعض. وخدوهم بعد كده الخليفة صاحب الأرض. لكن اتفاجئ وقتها الفلاح التاني إن خليفة من أصحاب البشرة السمراء زي حليم. ولما حليم حكى له الموقف قرر وقتها خليفة يطرد الفلاح التاني. وطلع الفلاح من عند خليفة وهو متضايق، وفضل يغلط في خليفة. لكن خليفة كان راجل صارم وطلب من رجالته يجلدوا الراجل اللي غلط فيه. لكن حليم حاول يمنعه، قال له انه مسامحه، لكن ما اهتمش خليفة لكلامه، وعرفه انه لو محتاج حاجة يطلبها منه. فشكره حليم ورجع على البيت. واول ما شافه صبري اتصدم من شكله، فقعد حليم معاه وحكى له عن اللي حصل. فاعتذر له صبري وقال له انه ما ياخدش في باله بعد كده لان في ناس كتير عنصريين. لكن عرفه حليم انه مش مهتم، وانه واثق في ربنا وعارف انه خلقه في احسن صورة. ولما راح حليم تاني يوم لشغله لقى ان كل الفلاحين خايفين يقربوا منه وبيحاولوا انهم يتصاحبوا عليه. ففهم وقتها حليم ان خليفة موصي عليه جدا، واتبسط من التغيير اللي حصل. وعدى على وجود حليم وخالد في سنورس اكتر من 3 شهور، وقدروا خلالهم انهم يجمعوا حق الشقة الجديدة. وقعد وقتها حليم وخالد مع صبري وطلبوا منه انه يشوف لهم شقة عشان يقعدوا فيها سوا. لكن صبري رفض وطلب منهم يفضلوا قاعدين معاه لحد ميعاد فرحه، واللي كان فاضل عليه اقل من شهر. وكان حليم وقتها متردد لانهم كده هيبقوا تقلوا على الناس بما فيه الكفاية. لكن قدر صبري انه يستعطفه ويقول له انه ما عندوش اخوات ولا اصحاب غيرهم، والبيت هيبقى محتاج تحضيرات كتير عشان الفرح، ومش هيقدر يعمل كل ده لوحده. فاضطر وقتها حليم انه يوافق، وفضلوا مكملين في قعدتهم على الرغم من نظرات رمزي خال خالد اللي كانت كلها استحقار. لكنهم ما كانوش عايزين يكسروا فرحة صبري وقرروا يتجاهلوه. ويوم الفرح اتفاجئ حليم ان رمزي بيناديه قدام الضيوف باسم العبد، واتضايق حليم جدا. لكنه ما اهتمش ومرضاش يبوظ فرحة صبري، وراح عشان يشوف محتاج منه ايه. لكنه لقى انه بيعامله زي الخدام وبيديله الكاس اللي كان ماسكه، وطلب منه يروح يوديه للمطبخ.
واتصدم وقتها حليم من اسلوب رمزي معاه، فرفض وقتها ياخد الكاس من ايده وقال له انه مش شغال خدام عنده عشان يعامله بالاسلوب ده. واتكسف وقتها رمزي قدام ضيوفه، فرمى الكاس في وش حليم وقال له انه ادام عايش في بيته وبياكل ويشرب ببلاش فلازم يقدم له مقابل، لانه لسه ما حولش بيته لدار ايتام. وسمع وقتها خالد الخناقه وراح عشان يدافع عن حليم وسأل خاله عن اللي هو بيعمله، لكن صدمه رمزي وقتها وطلب منه ياخد صاحبه ويطلعوا بره بيته لان الغلط مش عليه والغلط على جده اللي جوز اخته لواحد اسود وما يليقش ببشوات زيهم. فتعصب خالد جدا اول ما سمع سيرة ابوه، لكن هداه حليم عشان الناس كانت ابتدت تتفرج عليهم وممكن فرحة صبري تبوظ، فخدوا لأوضتهم عشان يلموا حاجتهم ويمشوا. وخرج بعدها الاتنين من بيت اهل خالد في عز الليل وفضلوا يدوروا على شقة سوا، لكنهم ما كانوش لاقيين حتى أوضة، واكتشفوا ان المبلغ اللي هم جمعوه ما يجيبش اي حاجة. فاضطر وقتها حليم ياخد خالد ويطلعوا على المعلم خليفة، وكان حليم خايف يفتكروا طمعان فيه لكنه ما كانش عنده حل تاني. وعلى عكس توقع حليم، اول ما خليفة عرف ان حليم اللي محتاجه خرج له فورا وحكى له حليم وقتها عن كل اللي مر بيه. واول ما عرف انه محتاج مكان يقعد فيه اداله خليفة مفاتيح بيت صغير من بيوته وطلب منه يروح يستريح فيه هو وخالد، وقال له يجيله بكره الصبح هو وخالد عشان يتكلم معاه في كام حاجة. فوافق حليم وشكره، واول ما دخلوا البيت لقوا انه كامل من كل حاجه وانه انضف من اي حاجه كان ممكن ياجروها، وكان خالد مبسوط جدا. وتاني يوم الصبح راحوا الاتنين لخليفه وحكى لهم وقتها انه اتولد باشا، لكن كل عيلته كانوا دايما بيتريقوا عليه بسبب لون بشرته واللي كان وارثه عن امه، لكن مع الوقت قدر انه يثبت لهم انه احسن منهم كلهم وبقى اغنى واحد في العيله، ودلوقتي كلهم بيستلفوا عليهم ديون للراجل اللي كانوا بيتريقوا عليه وهو صغير. وطلب منهم خليفه بعدها انهم ما يسمحوش لحد يتريق عليهم، وعرف حليم انه اتبسط لما عرف انه مسك الفلاح وحط وشه في الطين ومرضيش يسكت له عن اللي عمله. فشكروا حليم وعرفوا انه اي حد في مكانه كان هيعمل اكتر من كده وان مش من الرجوله يسيب حقه. فاتبسط وقتها خليفه وعرض على حليم يشتغل مدير حساباته وهيديله جنيه كل شهر في المقابل. واتصدم حليم وخليفه وقتها من المبلغ، وقال له حليم انه ما كملش تعليمه وممكن يتلخبط ويبوظ الدنيا وان الاحسن يجيب حد يكون متعلم وفاهم، لكن عرفوا خليفة وقتها انه مش مهتم بالشهادة وان اهم حاجة عنده الامانة، وانه اختبروا فيها دلوقتي وعرفوا انه امين بأمارة انه قالوا انه ما كملش تعليمه واكيد مع الوقت هيتعلم. فاتبسط حليم جدا وشكره، وعرف خليفة خالد انه هيخليه شيخ الخفر عنده وهيديله 40 قرش في الشهر. وما كانش خالد مصدق نفسه لدرجة انه قام بس على ايد خليفة، لكن عرفهم خليفة بعدها انه هيكتب نص البيت اللي هم قاعدين فيه باسم حليم والنص التاني باسم خالد، لكن على شرط انه يخصم حقه من اجرتهم، وما كانش اي حد فيهم عنده مانع. واتبسط الاتنين جدا وفضلوا شغالين عند خليفة اكتر من 6 سنين وكان بيعتبرهم اكتر من ولاده، وكان كل واحد اول ما يقبض يصرف اللي يصرفه ويبعت الباقي لاهله في النوبة لحد ما قدر حليم يسدد حق البيت وبقى ياخد اجره كامل. وفي يوم كان حليم وخالد مسافرين لاهلهم سوا، لكن هم ما كانوش قايلين لحد عشان تبقى زي مفاجأة، لكن لما وصلوا اتفاجئ حليم بان اهله كلهم في بيته لان ابوه كان تعبان شوية، لكنهم اول ما شافوا حليم بشكله الجديد انبهروا. ووقتها دخل حليم عشان يطمن على ابوه وعرف منه انه ضغطه كان عالي شويه لكنه دلوقتي بقى احسن. فاطمن حليم عليه وخرج بعد كده عشان يسلم على باقي اهله، وكان من ضمن الحضور انصاف بنت عمته واللي حليم ما كانش شافها من مده كبيره، واول ما شافها وقتها اعجب بيها وراح عشان يسلم عليها ويعرف احوالها، لكنها اتكسفت جدا لانها ما كانتش متعوده عليه ومشيت وسابته وهو بيتكلم. وطلبت من امها انهم يرجعوا لبيتهم قبل ما ابوها يجي، ووافقت امها ودخلت سلمت على اخوها وعرفته انها تيجي تزوره مره تانية مع جوزها. وفضل حليم بعدها يفكر في انصاف وفي جمال عيونها واللي سحرته من النظره الاولى، فسال بعدها امه عنها وعرف ان عندها 19 سنه بس، وان امها قعدتها بعد ما عرفت انها اتعلمت تقرا وتكتب لانها كانت شايفه انها مش تحتاج اكتر من كده، وبدات تعلمها شغل البيت عشان لما ربنا يكرمها بعريس كويس. فطلب وقتها حليم من امه ان اول ما ابوه يقوم بالسلامه تكلم عمته وتطلبها له، لكن تعرفها ان لو الجواز تم هياخدها تسافر معاه للفيوم لانه ما يقدرش يسيب الشغل عند المعلم خليفه. وقعد بعد كده يحكي لامه على المعلم خليفه وانه واقف معاه من ساعه ما اشتغل عنده وبيعتبره هو وخالد زي ولاده تمام. فاتبسطت امه جدا ووعدته انها تكلم عمته في موضوع انصاف وهتعرفه باللي حصل. فاطمن حليم، وبعدها بيومين رجع لابوه صحته، واتكلمت ام حليم مع عمته اللي اتبسطت ورحبت بالفكره جدا، واتفقوا على ميعاد قعده الاتفاق. ولما حليم راح كان متوتر جدا، لكنه لما قعد اتكلم مع انصاف اطمن، واللي سالته وقتها عن السبب اللي خلاه يسيب كل البنات الحلوه اللي بيشوفهم في مصر ويجي يتقدم لها هي. فحكى لها وقتها حليم اللي حصل معاه من وقت ما وصل للفيوم، وعن التنمر اللي اتعرض له من الفلاحين، وانه لو ما كانش قابل خليفه
كان زمانه ما وصلش لحاجة، وكان زمانه رجع النوبة ايد ورا وايد قدام. فصعب حليم على انصاف جدا، لكنه حاول يغير الموضوع وقال لها ان مفيش واحدة قدرت تاخد قلبه من اول نظرة غيرها. فاتبسطت جدا ووافقت على جوازها من حليم، لكنها كانت خايفة من فكرة انها تسافر للفيوم وتبعد عن اهلها ويحصل لها بعد كده نفس اللي حصل مع حليم في اول سفره. لكن طمنها حليم انه دايما هيبقى معاها، وانه بقى ليه اسمه هناك ومحدش يقدر يجي جنب حد تبعه. فابتدت انصاف انها تطمن، وتم الجواز بعدها في اقل من شهر، وسافروا بعدها سوا على الفيوم. وكان خليفة محضر لحليم شقة كاملة من كل حاجة، واداها له هدية لجوازه. واتبسط حليم جدا، لكن فرحته ما اكتملتش، لان بعدها باسبوع بالظبط خليفة مات. وزعل حليم جدا وما كانش عارف هيتصرف ازاي من بعده. لكن اتفاجئ هو وخالد في العزا بان المحامي الخاص بخليفة عايزهم، ووقتها عرفهم ان خليفة ما عندوش ورثة بسبب انه عاش طول عمره في الفيوم، وكان خايف يتجوز واحدة لا تضحك عليه وتسرق فلوسه، وانهم عاشوا معاه اكتر من 6 سنين، وكان دايما بيلاقيهم اول ناس اول ما بيحتاج حاجة، لحد ما اعتبرهم عياله. وقرر يكتب لهم كل حاجة بيملكها باسمهم وقسمهم عليهم بالتساوي. واللي اتبقى عمل بيه توكيل المحامي وطلب منه يبيعه ويوزع فلوسه على المشاريع الخيرية. وما كانوش مصدقين اللي بيتقال لحد ما المحامي وراهم الورق اللي يثبت كده، لكن طلب منهم يمضوا له على ورق معين عشان يبقى معاه حاجة تثبت انهم استلموا الورث. ومضوا الاتنين على الورق من غير حتى ما يقروه. وعدى على موضوع الورث اكتر من 3 سنين، وكانت حياتهم ماشية طبيعي، وخلفت انصاف بنتهم سهير. لكن في يوم كان حليم قاعد في مكتبه واتفاجئ بخالد داخل عليه وقال له ان في واحد ظهر فجأة اسمه محمد خليفة، ورفع عليهم هما الاتنين قضية بسرقة ورثه وتزوير قمدة ابوه. لكن طمنه حليم وقال له ان المحامي بتاع خليفة اكيد هيقف معاهم، وهيقول ان خليفة هو اللي كتب كل حاجة باسمهم، وان محدش فيهم كان يعرف او جبره على حاجة. لكن خالد فاجئه بان المحامي قفل مكتبه ومش عارف يوصل له. وفهم وقتها حليم انه نصب عليهم وخد الفلوس اللي قال لهم انه هيتبرع بيها وسافر، ودبسهم هما في باقي الحاجة عشان لما يظهر اي وريث حقيقي الخليفة يتهمهم هما بسرقة الورث. وما كانش حليم وخالد عارفين يتصرفوا ازاي، لحد ما اتقبض عليهم واتحجز على كل املاكهم. ومحدش كان مصدق ان كل ده كان من تخطيط المحامي، لان كل الورق اللي بتزور باساميهم هما الاتنين بس. واتحكم عليهم وقتها بالسجن لمدة 10 سنين. وفضل المحامي مختفي، ورجعت كل املاك خليفة لابنه اللي ظهر فجأة، ما عدا اول بيت عاش فيه خالد وحليم، لان حليم اشترى من خالد نصيبه وكتبه باسم انصاف. وقررت وقتها انصاف انها ما تعرفش حد من اهلهم اي حاجة من اللي حصل، وخدت بنتها وعاشت في البيت اللي اتبقى لها. لكن الناس كلها كانوا عارفين بخبر حبس جوزها في قضية النصب، وكانوا دايما يضايقوها في الرايحة والجاية هي وبنتها. لكنها كانت صابرة، لانها كانت عارفة ان كده كده اول ما جوزها يرجع كل واحد فيهم هيحط لسانه في بقه. وفضلت تدور على شغل عشان تاكل منه عيش هي وبنتها، لكن محدش كان بيرضى يشغلها، لحد ما سمع صبر ابن خال خالد باللي حصل، وراح زارهم في السجن، لكنهم ما كانش قادر يعملهم حاجة. فطلب منه حليم يخلي باله من مراته وبنته لحد ما يخرج، وهو كده كده مقدم استئناف للحكم وبإذن الله يتقبل. ووافق صبري وقف جنب أنصاف، واتفق معاه انه يبعت لها مصروف يكفيها هي وبنتها كل أول شهر، لكنها رفضت وقالت له انهم 10 سنين مش 10 أيام، وانه لو عايز يخدمها بجد يشوف لها شغلانة كويسة تقدر تعيش منها. وفي الأول رفض صبري لأنه كان شايف انه لو عمل كده هيبهدلها، لكنها فضلت مصرة على رأيها ورفضت تاخد منه أي فلوس، لحد ما جاب لها صبري شغل في مزرعة دواجن. ووافقت أنصاف وفضلت تشتغل وتراعي في بنتها، ولما كانت بتحتاج اي فلوس زياده كانت بتطلبها من صبري، لحد ما بنتها كبرت وكانت بتضطر انها تفضل قاعده لوحدها في البيت لحد ما امها ترجع لها. وفي يوم شافت عيال صغيره بيلعبوا قدام بيتها، فخرجت سهير عشان تلعب معاهم، لكنهم اول ما شافوها بعدوا وخافوا منها. وما كانتش سهير فاهمه هما بيعملوا كده ليه، لحد ما قربت من واحده منهم وطلبت منها تلعب معاها وكانت هتمسك ايدها، لكن البنت شدت ايديها بسرعه وقعدت تعيط. وكانت سهير واقفه وبرضه مش فاهمه حاجه، لحد ما جت ام البنت وسالت العيال عن اللي حصل. وواحد منهم قال لها ان الوحش ده كان عايز يمسك ايديها ويشاور بايديه على سهير. ووقتها راحت ام البنت لسهير وطلبت منها انها تبعد عن بنتها وما تقربش منها والا هتضربها، لكن سهير ما كانتش فاهمه حاجه وسالتها عن السبب. فقالت لها وقتها ام البنت انها تبص لشكلها في المرايه، واتصدمت سهير من الكلام اللي بيتقال وفضلت تعيط قدام البيت، لحد ما انصاف رجعت من الشغل وشافت بنتها على الحال ده، فراحت سالتها انصاف على اللي حصل، فحكت لها سهير وفضلت تطلب منها بعدها انها تخليها حلوه زي الباقيين. واتصدمت وقتها سهير من اللي بنتها بتقوله وهي لسه ما جابتش ال6 سنين، فراحت للست اللي قالت لها كده وقعدت تتخانق معاها، لكن عرفتها الست وقتها ان مش هي بس اللي بتقول على بنتها كده، وان كل الشارع عارف ده ونفسهم يسيبوهم ويرجعوا من الحته اللي هم جايين منها مره تانية. وجابت لها ساعتها سيره حليم اللي عض الايد الوحيده اللي اتمدت له، وما قدرتش وقتها انصاف ترد عليها، وخدت بنتها ورجعت على بيتها ودخلت اوضتها وفضلت تعيط.
لكن بعد شوية خرجت لبنتها وقالت لها إنهم بيتريقوا عليها عشان متغاظين منها لأنها مميزة ومش شبههم. وفرحت وقتها سهير بكلامها جدا، لكنها فضلت حابسة نفسها في البيت وخايفة إنها تخرج للست تقول لها إنها غولة مرة تانية، لحد ما دخلت المدرسة. وأول ما العيال اللي معاها شافوها اتريقوا عليها برضه لأنها كانت السمرة الوحيدة. لكن المرة دي وقفت سهير وسطهم وقالت لهم إن أمها قالت لها إنها كده عشان مميزة، لكن العيال اللي معاها قعدوا يضحكوا على كلامها وفضلوا يتنمروا عليها. فرجعت سهير البيت اليوم ده وطلبت من أمها ما توداش المدرسة مرة تانية لأنهم بيفضلوا يتريقوا عليها زي العيال بتوع الشارع. لكن طلبت منها أنصاف ما تركزش معاهم وتركز بس في دراستها وتجيب درجات كويسة عشان تقدر إنها تثبت لهم إنها أحسن منهم كلهم. واقتنعت سهير بكلام أمها، لكنها كانت كل ما تروح المدرسة يفضلوا العيال كلهم يتنمروا عليها وترجع للبيت وهي معيطة. لكن أنصاف كانت دايما تهون عليها، لحد ما في يوم قرب منها واحد من الطلبة وكان عايز يضربها. لكن قامت وقتها واحدة اسمها أسمهان واللي طلبت منهم إنهم يبعدوا عن سهير ومحدش فيهم ليه دعوة بيها. لكن بسبب إنها دفعت عنها فضلوا العيال يتنمروا عليها هي كمان بسبب إنها ضخمة. لكن أسمهان كانت على عكس سهير، كان كل ما حد يتنمر عليها تضربه وما تهتمش للعواقب. فمسكت الولد اللي اتنمر عليها وضربته لحد ما ضحكت الفصل كله عليه. فاتبسطت وقتها سهير لأنها لقت حد يدافع عنها واتصاحبت هي وأسمهان وبقوا قريبين من بعض جدا، وكانوا دايما يهونوا على بعض موضوع التنمر ده. وبعد فترة رجعت سهير من المدرسة، لكنها لقت إن أمها قاعدة تعيط وصبري عندهم في البيت، وما كانتش سهير فاهمة حاجة. لكن قعدت مع أمها وفهمتها إن أبوها مات. واتصدمت سهير لأنها كانت متعلقة بأبوها وهي صغيرة جدا وما كانتش بتفوت له أي زيارة، وفضلت زعلانة عليه فترة كبيرة. لكنها عرفت بعد كده إن أمها قررت تتجوز من صبري في السر لأنه ما كانش ينفع يعلن جوازهم بسبب خوفه من مراته وأبوه. وكانت سهير رافضة الموضوع لكن ما قدرتش تتكلم بسبب صغر سنها. ومن بعد جوازهم اتغيرت معاملته مع سهير وبقى يضربها على أتفه الأسباب. وفي الأول كانت أنصاف بتزعله عشانها، لكنها بعد كده بقت تقف في صفه. بس سهير كانت مستحملة لأنها ملهاش غيره هو وأمها. وكان دايما أسمان صاحبتها بتهون عليها، وكان موضوع التنمر اللي بتتعرض له لسه موجود وكمان زاد. وده بعد ما واحدة من الطلبة فضحتها وعرفت كل زمايلها ان ابوها مات في السجن بعد ما اتقبض عليه في قضية نصب. لكنها بقت متعودة عليه لحد ما وصلوا لمرحلة الإعدادية. واتفاجئ وقتها سهير وأسمهان ببنت جميلة معاهم في المدرسة واللي كان اسمها جيهان، واللي كانت جاية عشان تتعرف عليهم وتصاحبهم بنفسها. فاستغربوا جدا لأن نفس البنت كانت بتتنمر عليهم وهم صغيرين، لكنهم افتكروا انها فهمت غلطها ودخلوها وسطهم وحكوا لها على كل أسرارهم. لحد ما في يوم قالت جيهان لسهير ان عندها حل لاسمرار بشرتها، وانها معاها حاجه زي ميه الورد كده بتدهنها على جسمها كل يوم عشان تبيض. وفرحت وقتها سهير جدا وطلبت منها تجيبها لها. فوافقت جيهان لكن عرفتها ان الموضوع هيكلفها جامد. لكن ما اهتمتش سهير وعرفتها انها تدفع لها اللي هي عايزاه، لكن عرفتها جيهان انها تديها لها دلوقتي اللي معاها عشان تجربها، ولو عملت معاها مفعول هتجيب لها ازازه كامله. فوافقت سهير وخدت من جيهان الازازه. فطلبت منها جيهان وقتها انها تدخل حمام المدرسه تحطه عشان محدش يكتشف سر جمالها غيره. فصدقتها سهير وفضلت مخبيه معاها الازازه لحد الفسحه، وراحت بعدها الحمام مع اسمان وجيهان وفتحت الازازه وحطتها على ايدها. لكن اتفاجئت سهير ان ايدها بتتكوي، وفضلت جيهان تضحك على شكلها. وفهمت وقتها اسمان ان جيهان ادت سهير ميه نار، فخدتها وجريت على دكتورة المدرسة. لكن كان الأوان فات واتصابت سهير بحروق شديدة في الجلد. واتصدمت أنصاف لما عرفت، وبدل ما تواسيها بدأت تضربها لأنها خلت عيلة زي جيهان تضحك عليها وتشوهها. وراحت بعدها أنصاف وقدمت شكوى في جيهان بسبب اللي حصل، لكن ما قدرش تعمل لها حاجة بسبب إن مفيش حد شاهد مع سهير غير أسمهان، وكل الطلبة داروا عليها وقالوا إن سهير هي اللي كدابة. لحد ما شكت أنصاف إن سهير فعلا هي اللي عملت في نفسها كده بسبب كرهها لون بشرتها، وقررت تسحب البلاغ اللي قدمته في جيهان. واتصدمت سهير لأن أمها كدبتها واتنازلت عن حقها، لكنها اضطرت إنها تروح للمدرسة مرة تانية. ووقتها فضلوا الطلبة يضحكوا ويتريقوا عليها، وما قدرتش سهير إنها تستحمل فدخلت لحمام المدرسة وفضلت تعيط وفضلت مختفية لآخر اليوم الدراسي. وفضلت أسمان تدور على سهير، فراحت ناحية الحمام ولقت إن الطلبة كلهم ملمومين هناك، وافتكرت إنهم ماسكين سهير عشان يتنمروا عليها، فجريت عليها عشان تلحقها. لكنها اتفاجئت إن سهير وقع على الأرض ومقطعة شرايينها